السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ الجولة الخامسة من الدوري المصري. الزمالك محتاج رجراش والأهلي محتاج إنعاش. نبدأ بالمباراة الأولى وقمة الأسبوع، النادي الأهلي وبيراميدز. النادي الأهلي بدأ بنفس طريقة لعبه وبنفس الأسلوب، بنفس الأخطاء، سواء دفاعية في وسط الملعب أو على أطرافه أو حتى من مساكين النادي الأهلي. نادي بيراميدز بدأ بشكل مختلف تماما عن المباراة السابقة ليه. بدأ بشكل منظم، ضغط عالي جدا على النادي الأهلي، عجز النادي الأهلي عن بناء الهجمات، خلق أخطاء. والأخطاء دي من بداية المباراة سواء من طرف كريم فؤاد أو بيكم اللي كان باين عليه التوتر التام. شفنا فرصة فيستون مايلي، الراجل بيمر بكرة من الطرف الأيمن وبيتحرك بطريقة شديدة على الطرف الأيمن وبيخش لعمق الملعب، وسلام عليكم وعليكم السلام من لعيبة النادي الأهلي بشكل غريب جدا، وبيحصل على الخطأ، والخطأ بيجي منه الهدف الأولاني لبيراميدز. نادي بيراميدز كان بيضغط على النادي الأهلي بمربعات، سواء على الأطراف أو في عمق الملعب. أدوار دفاعية كل اللعيبة ملتزمة بيها، ضغط منتظم، ترابط للخطوط، على عكس النادي الأهلي. النادي الأهلي كان عنده مشاكل كبيرة سواء في منتصف الملعب أو زي ما قلنا خط الدفاع. كريم فؤاد يستمر ككارثة كبيرة جدا على الطرف الأيسر للنادي الأهلي. الأسبوع ده الأهلي والزمالك كانوا فيه أخطاء من المدربين اللي مصرين يلعبوا لعيبة في غير مركزها. نرجع مرات النادي الأهلي، كريم فؤاد استمرار أخطائه واستمرار إصرار المدرب على نفس الأخطاء، ويمكن ده كان أسباب إقالة النادي الأهلي ليه. الراجل ما بيتطورش، ما بيقراش الأخطاء اللي كلنا اكتشفناها وشفناها. نادي بيراميدز بيضغط على النادي الاهلي، بنشوف مربعات سواء على الطرف الايمن او على الطرف الايسر. بتلاقي ان لعيبه الوسط بتضغط مع سواء الجناح او الباك على الطرف الايمن او الايسر. نلاقي مسانده في الوسط بيحصل ترحيل، الجناح الاخر بيقوم بالادوار الدفاعيه، والديفندر الثالث في نادي بيراميدز موجود سواء مهند لاشين، بلاتي توريه، والكارتي. لعيبه متحركه. نشوف في منتصف الملعب بين رمضان وحيد في وسط ثلاثة، ديانج بينسحب لورا لا يشارك في بناء الهجمات، بين رمضان في الوسط محاصر مع مهند داشين، بلاتي توريه، والكارتي. في الجهة المقابلة لما بيراميدز بيحصل على الكورة، انت بتلاقي بلاتي توريه والكارتي موجودين كحلول للعيبة الأطراف أو الوسط، اللعيبة متحركة بالإضافة للمساندة الهجومية لوليد الكارتي واللي كأنه رأس حربة. لما فيستون مايلي بيتحرك بحرية على الأطراف كنت بتلاقي قطة بيخش، ايفرتون بيخش، والكارتي. عشان كده في العرضيات بتلاقي النادي الأهلي حتى من قلبي الدفاع بتوعه مش متركزين، عندهم تمركز سيء جدا. عشان كده شفنا كورة عرضية والتانية لعيبة بتحاول على المرمى بتاع النادي الأهلي بمنتهى الأريحية وبتستقبل العرضيات وبشكل خطورة كبيرة على النادي الأهلي. الشوط الاولاني شوط ممتاز جدا من نادي بيراميدز. النادي الاهلي ما بيشكلش خطوره لان زي ما قلنا ديانج في الخلف امام خط الدفاع، بين رمضان وحيد في منتصف الملعب، وزيزو بيتحرك على الاطراف. مش هننكر ان زيزو هو الحل الوحيد للنادي الاهلي سواء في الكور الثابته او في تحركه فقط على الاطراف. الراجل ده مش لعيب وسط، الراجل ده النادي الاهلي ما بيقدرش يستغله كلاعب على الاطراف لانه هو اللي بيشكل الخطوره الوحيده. الراجل ده لما بيتحرر من الضغط بتاع بلاتي توريه او مهند لاشين بيهرب. لما انت بتلاقي ان الباك بيضغط على الباك، اللاعب الوسط بيضغط على الوسط، الجناح مع الجناح، زيزو لما بيتحرك بيصبح وحيد خلف باكات نادي بيراميدز، وده كان حل موجود لما زيزو بيتحرك على الطرف فقط. عشان كده شفنا فرص زي فرصة شريف لما حرك زيزو على الطرف الأيمن وعمل له كورة كانت خطيرة، كانت ممكن تبقى هدف للتعادل. استغلال زيزو كان لازم يبقى أفضل من كده. أنت مش لازم تشارك النجوم الثلاثة سواء تريزيجيه أو بن شرقي أو زيزو، خاصة إن الثلاثة محدش فيهم ظاهر بمستوى ثابت أو مؤثر مع النادي الأهلي. انتهى الشوط الأولاني على كده، وهنستمر في طلبنا إنه النادي الأهلي أكيد محتاج لاعب رقم 10، سواء بقى بعودة إمام عاشور أو مشاركة قفشة أو أي لعيب يملك الحلول أو التمرير. حتى لو كان حسين الشحات هيبقى قادر إن هو يمارس المهمة دي لأنه لعب فيها كتير جدا وعنده خبرات فيها. شفناه أيام المقصة أو نادي العين، أو حتى في أوقات كتير مع النادي الأهلي. بتاع الشوط الاولاني على كده استمر ضغط وتفوق بيراميدز على النادي الاهلي، ضغط كومباكت في كل مساحات الملعب، كل اطراف الملعب سواء في القلب او في الطرف اليمين او الشمال. النادي الاهلي بقى عاجز جدا تماما عن بناء اللعب او ايجاد حلول في العمق او على الاطراف.
إلا في حالات نادرة، وهي تخلص زيزو من الضغط في منتصف الملعب وتحركه خلف باكات نادي بيراميدز لما بتقوم بالضغط خلفهم، لأن هم بيقوموا بضغط الباك على الباك زي ما قلنا، جناح عن جناح، ولاعب وسط بيرحل مع لاعب وسط عشان يضغطوا على النادي الأهلي. زيزو بيتحرك في المساحة دي خلفهم وبيعمل مشكلة فقط على الأطراف. النادي الأهلي كان باين عليه البطء الشديد برغم استعانته بجراديشار، لكن جراديشار كلاعب صانع لعب هو غير جيد في دي. ليه؟ لأن جراديشار لاعب محطة، مش لاعب صانع لعب. لعيب مش هينزل يستلم ويبتدي يسلم أو يوجد حلول دي في التمرير، لكن هيوجد حلول في الربع الأخير من الملعب، أو على طبعا 18 أو داخل 18 أو خارج 18 بتاع المنافس، مش في منتصف الملعب. النادي الأهلي كان محتاج قفشة جدا، لكن المدرب كان مصر على عدم الاستعانة بيه. استمر نادي بيراميدز على كده بيضغط على النادي الاهلي وبيستخلص الكرة بسرعه كبيره جدا. السكند بول كانت في استحواذهم. تغييرات نادي بيراميدز كانت تغييرات تنشيطيه، او طبعا ما كانتش بدري، ومدرب ما استعجلش عليها لان فرقته كانت ماشيه بشكل كويس جدا. تغييرات النادي الاهلي، المدرب وكانه بيغير طريقه اللعب لطريقه لا اللعيبه حافظاها ولا انهم اتمرنوا عليها، فالنتيجه ان المدرب رجع غير طريقه اللعب تاني، سواء بقى بالاستعانه برضا او شريف، ومحاولته ان هو يستعين بطريقه اللعب ان هو يغير طريقه اللعب ان هو يدخل الباكات والمنتصف الملعب الاثنين، وده كان بيسبب مساحات خلفهم، لانه الترابط ما بين اللاعبين او التغطيه بتاعت منتصف الملعب ما كانش موجوده، مفيش دعم من الاجنحه، وده اللي شفناه في الجون الثاني. زيزو مش موجود في الدعم الدفاعي خالص، ولا حتى اطراف النادي الاهلي. آه، العرضيه بتتعمل، لاعب بيقوم باستلامها وتمريرها، ولاعب تاني بيقوم وهو وليد الكارتي باحراز الكره في مرمى النادي الاهلي. وزي ما قلنا ان حتى في غياب يوسف حسن المويلي او راس الحربه هتلاقي لعيب واثنين وثلاثه من بيراميدز داخل 18 بيستقبلوا عرضيه، مع تمركز غريب جدا بين دفاعات النادي الاهلي واخطاء كبيره سواء من العش او من بيكم اللي كان باين عليهم طبعا عدم الترابط والتوتر. انتهت المباراة بتفوق نادي بيراميدز سواء على أرضية الملعب أو في النتيجة طبعا، وكان يستاهل ده لأن لعيبته قدمت مباراة كبيرة جدا سواء فنيا في الضغط الفردي أو الضغط الجماعي على النادي الأهلي. لعيبة بتلاقي بعضها بسهولة بتنقل الهجمة بسرعة، حافظين مهامهم كويس جدا، على عكس النادي الأهلي المدرب بتاعه واضح إن هو يعني بيجرب في أرضية الملعب، بيعمل تغييرات للعيبة في يعني مراكزها في أرضية الملعب، وهم مش حافظين الأدوار دي ومش قادرين دعوة لإخواتنا في غزة وفي السودان وفي كل الدول العربية والإسلامية، ربنا ينصرهم ويحقن دماءهم. كمان من أسباب خسارة النادي الأهلي في المباراة بتاعت بيراميدز هي تأخر تغييرات اللاعبين اللي بيجيدوا التحرر من الضغوط وخلق مساحات، زي رضا بيتحرك في المساحات الفاضية بيوجد مساحة للتمرير واستقبال الكرات أو نقل الكرات للهجوم. النادي الاهلي كان بيقوم بتغييرات لعيبه تقريبا بنفس المركز بنفس المهام بنفس البروفايل. النادي الاهلي كان محتاج لاعبين بيجيدوا التحرر من الضغط والتحرك في المساحات، وعندهم سرعه في الاداء سواء سرعه التمرير او التحرك، عشان البطء ده ساعد نادي بيراميدز طبعا في ان هو يعطل النادي الاهلي ويضغط عليه بشكل افضل. بينما الضغط في النادي الاهلي، وده كان يعني عيب واضح جدا ملحوظ، لعيبه بس مجرد ان هي بتحلق، لكن لعيبه بيراميدز كانت بتمرر بسهوله وبتوجد لبعضها مساحات للتمرير وسرعه في بناء اللعب، لان الضغط كان بطيء وكان مجرد تحليق والمساحات كانت موجوده ليه. خساره اولى للنادي الاهلي وخساره كبيره جدا، خساره ومكسب مهم لنادي بيراميدز في الصراع على المنافسه على الدوري العام المصري. دي كانت المباراة الأولى. والمباراة الثانية نادي الزمالك ووادي دجلة. مباراة نادي الزمالك ووادي دجلة. نادي الزمالك بدأ المباراة بضغط على نادي وادي دجلة، أسفر عنه بعض الأخطاء من دفاعات نادي وادي دجلة، كان منهم واحدة اللي استغلها ناصر ماهر وسجل هدف تقدم لنادي الزمالك. ومرور الوقت الضغط ده فقدوا نادي الزمالك، الاستحواذ ابتدى يتنقل لوادي دجلة، الملعب بقى مفتوح ما بين الطرفين، لكن عيوب تشكيلة نادي الزمالك ابتدت تظهر. الاستعانة بلعيبة في غير مركزها، كان منها سيف فاروق جعفر، الاستعانة بيه في مركز 6 لغياب دونجا. سيف فاروق جعفر لعيب البروفايل بتاعه 8 أو 10، تمام زي عبد الله السعيد.
سيف فاروق جعفر في الضغط أو في التغطية الدفاعية أمام قلبي الدفاع أو على الأطراف كان فيها مشكلة كبيرة جدا. الربط ما بين خطوط نادي الزمالك كان مختفي. لاعبين اتنين، سيف فاروق جعفر تايه في منتصف الملعب، مش عارف يتحرك فين أو يتمركز صح، بالإضافة لعدم وجود أي مساندة دفاعية من ناصر ماهر. غياب برضو ضعف المساندة الدفاعية لإخوان ألفينا وشيكو بنزا على الأطراف. ابتدى نادي وادي دجلة يبقى فيه كثافة في منتصف الملعب في مواجهة سيف فاروق جعفر أو عبد الله السعيد بالتبادل. عجز نادي الزمالك عن بناء اللعب تحت الضغط الرهيب اللي كان بيقوم بيه وادي دجلة. مساحات واسعة في منتصف الملعب نادي الزمالك سببت مشاكل كبيرة في تكتل هجومي لنادي وادي دجلة، سواء على الأطراف بقى فيه بنشوف 3 لعيبة أو 4 على 2، سواء بقى على الطرف الأيسر عبد الله السعيد في مساندته البنتايج مع عدم وجود شيكو بنزا أو ميول ناصر ماهر حتى المساندة، وعلى الطرف الآخر عمر جابر وحيدا. حتى لو كان بيقوم سيف فاروق جعفر بالميل عليه، بتبقى المساحة في العمق كبيرة جدا وفيها مشاكل نادي الزمالك. العرضيات نادي وادي دجلة ابتدى يقوم بيها بتشكل خطورة، كثافة هجومية نادي وادي دجلة داخل ال 18. في أحد الأطراف نادي الزمالك بيقوم طبعا التغطية العكسية، لكن التمركز ما كانش منضبط مع عدم وجود مساندة دفاعية من لعيبة منتصف الملعب خاصة سيف فاروق جعفر. وزي ما قلنا غياب المساندة من ناصر ماهر ادى الاستحواذ لنادي وادي دجله والخطوره، وبان ان نادي وادي دجله كان واحده واحده بيقرب لهدف التعادل. ده الشوط الاولاني تقدم نادي الزمالك لكن باداء باهت جدا ومع عدم وجود اي تفوق سواء في الناحيه الهجوميه او الدفاعيه او تشكيل خطوره كافيه على نادي وادي دجله. مع الجانب الاخر وادي دجله استحواذ، ابتدت الخطوط تترابط، ضغط ممتاز جدا من وادي دجله على نادي الزمالك، خلى بقى فيه تطفيش وكور غير منظمه، خلى فيه فصل وعزم ما بين خطوط نادي سيطره واستحواذ نادي وادي دجله على المباراه. نادي الزمالك استمر بالاداء الباهت، مشكله في الوسط، المدرب تاخر في التغييرات، والمشكله الكبيره بتاعه المديرين الفنيين في الاسبوع ده خاصه النادي الاهلي ونادي الزمالك. زي ما قلنا كريم فؤاد لاعب عنده مشاكل وكارثه بالنسبه للنادي الاهلي في الكام مباراه السابقه. سيف فاروق جعفر كمان في المباراه دي ينطبق عليه نفس الكلام. لا بناء لعب بشكل منتظم او التحرك وايجاد حلول للاعبين، ولا تمركز صحيح، ولا حتى الضغط الدفاعي منضبط. لعيب بيقوم بالتحليق على الاطراف او انه مش متمركز امام قلبي الدفاع عشان يقوم تغطيه عمق الملعب. الترحيل بتاعه متاخر في بعض الاوقات فبيعزل خط الهجوم عن خط الوسط، او خط الهجوم حتى لما بيقوم بالتبادل مع عبد الله السعيد ما بيلاقيش المسانده اللي محتاجها. ناصر ماهر في الشوط الاولاني بيبقى موجود الى حد ما، في الشوط الثاني بيختفي تماما. رتم عبد الله السعيد تدريجيا بيهبط، وده اللي قلناه وبنفضل نؤكد عليه. عدد دقائق عبد الله السعيد يجب النظر فيها، ودي حاجه ما تعبوش. في عامل بدني وعامل السن مؤثرين، راجل بيقدم كل ما يملكه، لكن مع مرور الوقت بيظهر المس باص، بيظهر طبعا الهبوط البدني عنده، قله التركيز من ناصر ماهر بتبقى واضحه جدا، هبوط فني بشكل كبير جدا. لا عنده دقة في التمرير، لا عنده دقة في العرضيات، ولا مساندة دفاعية، ولا تعويض حتى للحتة بتاعت غياب شيكو بنزا عن الدفاع. حتى لما يقوموا هما الاثنين بالتبادل في منتصف الملعب، دخول شيكو بنزا للعمق وترحيل ناصر ماهر على الأطراف، ما كانش بنتاج بيلاقي المساندة الدفاعية، كان بيلاقي كثافة هجومية عليه. عشان كده بيبقى فيه مساحات خلفه، وبيقدروا الثلاثي لعيبة وادي دجلة المثلث اللي كانوا بيعملوه على الأطراف يوجد ويتحرك ويشكل خطوره. وده اللي شفناه في كره الهدف الاولاني، كثافه في العمق لوادي دجله، عدم وجود مسانده من سيف فاروق جعفر لقلبي الدفاع، فبيحرزوا هدف التعادل. تستمر معاناه نادي الزمالك، ضغط من وادي دجله، سيطره واستحواذ، ونفس الخطوره بتحصل عن طريق العرضيات. وكمان بنشوف ده في المرتدات، لدرجه ان احنا كنا بنشوف ان عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر بيتقدموا منتصف الملعب فارغ تماما في المرتدات. بنشوف حسام عبد المجيد هو اللي بيضغط، او بجانبه الونش في منتصف الملعب، بيسيبوا مساحات راس الحربة 1 على 1. وبعد كده بيتفوق نادي وادي دجله، بيحرز هدف تاني كمان، بيحصل خطأ كارثي من الونش، خطأ غريب جدا، قلة خبرة غير مبررة من الونش في التعامل. كوع في وقت النادي الزمالك محتاج لاعبيه كلهم، تأخر في تغييرات المدرب والاستعانة بلاعبين زي أحمد حمدي
أو ناصر المنسي، بالإضافة لتغييرة غريبة جدا، فتوح في منتصف الملعب. هل المدير الفني لنادي الزمالك درب فتوح على هذا المركز؟ استحالة. التمريرة الأولانية فتوح خطأ كارثي. مفيش حد ألف ب في منتصف الملعب يقوم بتمرير عرضي كده في منتصف الملعب وما بصش حتى وهو بيمرر، ويعني أخطاء كارثية جدا. برضه استمرت عيوب في مساحات منتصف الملعب. محمد السيد إلى حد ما ابتدى يوزن الأمور، لكن وجود فتوح في مركز 6 خطأ كبير هو لم ينجح فيه من قبل عشان ينجح فيه دلوقتي. أنت صلحت وشاركت بنتائج عشان هو اكثر جاهزيه من فتوح اللي غايب جدا. فتوح غايب عن مركزه وما قدمش في المباراه السابقه ما يكفي، لسه الراجل ما استعادش مستواه خالص في مركز الباك ليفت، ولا قدم ما يتيح ليه ان هو يكمل المباراه السابقه. تستعين فيه في مركز هو مش مركزه، واللعيب مش متدرب عليه. انت واضح كمدير فني انك ما جربتش اللعيبه وما دربتهمش على طريقه اللعب دي او على المراكز اللي انت بتستعين بيهم فيه، والنتيجه كوارث في منتصف الملعب نادي الزمالك وعيوب كبيره جدا. الفريق كان بيحاول من مباراه للتانيه يتطور، المدير الفني قلنا ان هو بيحاول يصحح الاخطاء، لكن فجاه كل مراكز نادي الزمالك وكل الاداء ده بيتفكك، والترابط ما بين الخطوط ابتدى يتفكك. كنا بنقول في الاول المباراه ان في مساحات كبيره، المباراه دي مساحات اكبر من اول مباراه، وكانها اول مباراه في سيزون نادي الزمالك. وادي دجله مدير فني محترم قدر ان هو يدرب لعيبته، لعيبه بتتمركز وفي ترابط ما بينهم وحافظين ادوارهم تمام تمام. لكن نادي الزمالك عيوب رهيبه جدا. انت عندك لاعبين زي محمد السيد ما تستعينش ليه بيه في بدايه المباراه مع سيف فاروق جعفر او طبعا عبد الله السعيد. ناصر ماهر اداؤه ممكن يكون كبديل او يلعب شوط واحد افضل له، لانه مش مركز، او حتى ان هو يخرج بره التشكيله، لانه لعيب ما بيقدمش او ما بيركزش او ما بيهتمش بالتمرين بتاعه، او لعيب محترف وعلى اعلى مستوى في نادي كبير زي نادي الزمالك يجب انه يكون مسؤول اكتر من كده، سواء في ادواره الهجوميه او في الدفاعيه، او تركيز واهتمام باللعب واستغلال طبعا مشاركته مع نادي الزمالك في انه اداؤه يتطور. مش مجرد ان انا بعمل هدف او بسجل هدف ولقطه وبقعد عليها اربع خمس مرات بدون ظهور. حتى الهدف اللي هو سجله يعني طوال المباراه ما ظهرش حاجه بديله او حاجه اخرى نقدر نقول ان هو الراجل زي اول مباراه كان نجم المباراه وكان بيأدي ادواره سواء على الاطراف او في العمق او حتى في الادوار الدفاعيه. ما كان شيكو بنزا. نادي الزمالك كان يستاهل الخساره، لانه كان في عيوب كتيره جدا سواء من التركيز للاعبين داخل الملعب او المدير الفني، وطبعا اولوياته او اهتمامه بتطوير اللعب او الاستعانه بلاعبين في مركزهم. كان عندك صلاح مصدق تقدر ان انت تستغله، وانت استغلته قبل كده في المباريات السابقه كلاعب ديفندر، لعيب قوي وكمان دفاعيا ملتزم جدا، وكمان عنده جوده في التمرير وجيد التمرير والخروج بالكره الى حد كبير، حتى لو هيسلم لاحد لاعبي الوسط سواء عبد الله السعيد او ناصر ماهر، ومن ثم بناء اللعب لنادي الزمالك. لكن خساره مستحقه لنادي الزمالك، اداء باهت جدا. وهل بعد التوقف الدولي واختبار مباراه نادي المصري هيكون اختبار حقيقي لهذا المدرب؟ هل ان هو يستاهل ان هو يستمر مع نادي الزمالك، ولا هل الاخطاء دي هتستمر؟ ده اللي هنشوفه في الاسبوع القادم. شكرا.